سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفي ما يلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية السيلوها بأبرز العناوين. أسبوع التوعية الدولي بشأن المناعة من المضادات الحيوية. تنظيم أسبوع قومية البداوية الثقافي في مديرية كركبت. لقاءات مع المواطنين حول برامج التنمية في مديرية نقفة. مجلس الأمن يمدد مهمة حفظ السلام في إفريقيا الوسطى رغم تحفظات أمريكا. الإكوادوريون يرفضون عودة القواعد العسكرية الأمريكية. مقتل العشرات إثر انهيار مروع لمنجم في كونغو. السلام عليكم ورحمة الله. بدأت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الزراعة ووزارة الأراضي والمياه والبيئة إلى جانب بعثات الأمم المتحدة لدى إريتريا أسبوع توعية بشأن المناعة من المضادات الحيوية بدءا من اليوم 17 من نوفمبر وحتى 24 من الشهر الجاري تحت شعار فلنعمل اليوم لضمان فعالية علاجات المضادات الحيوية في كافة أنحاء البلاد. وألقى ممثلو المؤسسات الشريكة كلمات تضامنية في المراسم التي أقيمت في قاعة الكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا. وتم تقديم ومناقشة أوراق العمل التي تناولت دراسات عن الالتهاب الرئوي الذي يطور المناعة ضد العلاج وأكثر الأعراض شيوعا للأمراض التي تسببها البكتيريا وسبل اكتشاف مناعة المسالك البولية ضد المضادات الحيوية. وسيتم تنظيم سيمينارات توعية شاملة تتناول طرق الحفاظ والتعامل مع المضادات الحيوية للمجتمع إلى جانب مواد ذات صلة في وسائل الإعلام المحلية. وأوضح مسؤول مراقبة الآثار الجانبية للأدوية في مؤسسة مراقبة الأدوية والأغذية الإريترية ومنسق أسبوع التوعية الدكتور ملوغيتا روسوم إن هذه الفعاليات تهدف إلى رفع وعي المجتمع تجاه المضادات الحيوية والاستفادة من فعاليتها من قبل الخبراء الصحيين والزراعيين. وأضاف مدير عام قسم الخدمات الصحية الدكتور بويتأوم برهتوم في كلمته الختامية إن الفعاليات التي نظمت هذه السنة تناشد لاتخاذ إجراءات جادة وآنية تجاه التعامل مع المضادات الحيوية لدى المجتمع لضمان الصحة العامة المستدامة. أقيم أسبوع فعاليات قومية البداوية الثقافي من 13 وحتى 17 من نوفمبر الجاري في أملايد بمديرية كركبت بهدف إحياء التراث الثقافي وتوريث الثقافات مركزا على التعريف والمحافظة على تراث قومية البداوية بمشاركة 3 مديريات تابعة لإقليم الكاشبركة. نظمت الفعاليات تحت شعار فلنعزز التراث الثقافي بمشاركة نشطة، وتضمنت الفنون الشفهية والمعيشة التقليدية ومسابقات الرقصات التقليدية وعزف الآلات الموسيقية ما بين الفرق الفنية التي مثلت مديريات فورتوساوا وسلعة وكركبت. وأوضح مدير مديرية كركبت السيد عبد الكريم إدريس في كلمته أن هذه الفعالية تدفع لتعريف وتقديم التراث الثقافي الذي يتمتع به الإقليم إلى المحافل الوطنية والإقليمية، خاصة تراث قومية البداوية الذي تشتهر به المديريات الثلاث المشاركة. وأشار مدير عام قسم الثقافة والرياضة السيد إدريس صالح بدوره إلى أن تنظيم مثل هذه الفعاليات الثقافية تلعب دورا في تعزيز استفادة المجتمع من الخدمات الاجتماعية المتوفرة وتحفز للمحافظة على التراث الثقافي الغني الذي تتمتع به إريتريا. وأشاد مفوضية الثقافة والرياضة السفير زمة تخلي وحاكم إقليم الكاشبركة السفير محمود علي حروي من جانبهم باجتهاد منظمي ومقدمي الفعاليات، مؤكدين على أهمية المبادرات التي تدعم التكامل الثقافي وتناغمه الذي يعزز الوحدة الوطنية. وحازت مديرية السلعة على المركز الأول في المسابقات التي نظمت. في غضون ذلك نظم اتحاد سباق الهجن في إقليم الكاشبركة سباقا شارك فيه متسابقون من مديريات سلعة وكركبات وفورتوساوا حسب ما وردنا من وكالة الأنباء الإريترية.
أجرى مدير مديرية نقفة سيد يعقوب إدريس لقاءات مع سكان إدارات الضواحي التابعة للمديرية في الفترة من 2 وحتى 12 من نوفمبر الجاري، مركزا على البرامج التنموية بشكل عام والاستفادة من الخدمات الاجتماعية. شارك في اللقاءات المدراء الإداريين والأعيان ولجان الصلح في 11 إدارة ضاحية إلى جانب الأعيان بالقرى، وتناول فيها السيد يعقوب سير أنشطة المحافظة على المياه والتربة التي تمت بتعاون السكان ووحدات الجيش الشعبي من أجل إصلاح البيئة ومكافحة الانجراف. كما استعرض أوضاع الخدمات الاجتماعية في المديرية التي وصلت في معظم المناطق إلى الانتشار المتساوي في خدمات التعليم والصحة، مشيرا إلى أن عملية التعليم والتعلم لا تنجح إلا بمشاركة كافة المؤسسات الحكومية والمجتمع بمساهمات واعية، خاصة مساهمة الآباء والمعلمين والأعيان. وقدم المشاركون آراء واقتراحات لإيجاد حلول جذرية لمشكلة مياه الشرب وصيانة مباني المؤسسات الصحية، بالإضافة إلى مشكلة نقص المعلمين في بعض المدارس. في غضون ذلك نظم مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم شمال البحر الأحمر سيمينارات لموظفي المؤسسات الحكومية وممثلي السكان حول الأوضاع الراهنة الداخلية والإقليمية يومي 13 و14 من نوفمبر الجاري. وأوضح مسؤول الشؤون السياسية في مكتب الجبهة بالإقليم السيد إدريس علي ومسؤول الشؤون التنظيمية بالإقليم السيد أحمد عبد القادر في السيمينارات التي قدموها إن برامج التنمية الوطنية التي تنجز هي نتاج الوحدة الوطنية للشعب الإريتري، وإنه من الضروري أن تتضافر جميع الجهود لإنجاح البرامج المنشودة. كما عقد سيمينار في يوم 15 من نوفمبر الجاري لمسؤولي المؤسسات الحكومية والاتحادات الوطنية الناشطة في مديرية أفعبت. نظم فرع الكونفدرالية الوطنية للعمال في إقليم جنوب البحر الأحمر بالتعاون مع المكتب المركزي للكونفدرالية دورة يومي 11 و14 من نوفمبر الجاري ل53 موظفا للاتحادات الوطنية الناشطة في مدينة عصب. ركزت الدورة على ضمان السلام والصحة في أماكن العمل وحل الخلافات ومهارات الإدارة والقيادة والتشاور والتحاور، بالإضافة إلى أهمية التنظيم. وأوضح مسؤول المكتب السيد حسين خالد في كلمته أن الهدف يكمن في رفع وعي الموظفين وتعزيز الكفاءة والإنتاجية في مكان العمل والأداء الفعلي. وحث مسؤول الإدارة والمالية بالمكتب المركزي للكونفدرالية السيد تسفى آل مدرماهي بدورها المتدربين على التأثير إيجابا في عملهم، مستفيدين من المعرفة التي اكتسبوها، مشيدا بتفاعل المتدربين النشط في الدورة التي قدمت. يتم بناء 9 فصول دراسية إضافية لسد النقص في الفصول الدراسية جراء ارتفاع عدد الطلاب المتزايد في مدرسة جهان المتوسطة والثانوية بمديرية ملقي. وأفاد المدير التنفيذي للمديرية السيد هنصاب ولدو أن العمل يجري من قبل منتسبي وحدات قوات الدفاع المتواجدة في المنطقة. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ أبدوم غبريسوس أن المدرسة تقدم خدمات ل15 إدارة ضاحية، وإن الأعداد المتزايدة من عام إلى آخر بدأت تؤثر على العملية التعليمية سلبا. وأضاف أن المدرسة افتتحت في العام الدراسي 2002-2003 للتعليم بالمرحلة المتوسطة، ثم توسعت لتشمل المرحلة الثانوية في عام 2009-2010 الدراسي، مشيدا بالمبادرات التي يقوم بها سكان مديرية ملقي لتشجيع منتسبي وحدات قوات الدفاع المشاركة في أعمال التوسعة. وأكد أفراد قوات الدفاع المشاركين في العمل والخبراء الذين يديرون العمل أن أعمال البناء تسير بشكل جيد وأنها ستنجز في وقت قريب. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. مدد مجلس الأمن الدولي مهمة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى لعام إضافي وسط تحفظ أمريكي على القرار الذي حظى بتأييد 14 دولة وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت. وبموجب القرار الجديد يستمر عمل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في أفريقيا الوسطى المعروفة بمينوسكا حتى 15 من نوفمبر 2026، مع الإشارة إلى إمكانية تقليص حجمها بعد الانتخابات المقررة في 2025-2026.
ورغم التمديد خفض المجلس بشكل طفيف سقف عدد الجنود من 14,400 إلى 14,046 في ظل ضغوط مالية ناجمة عن تقليص المساهمات الأمريكية في عمليات حفظ السلام. رفض الناخبون في الإكوادور خلال استفتاء شعبي أجري إعادة فتح القواعد العسكرية الأمريكية في البلاد وفق نتائج أولية أظهرت أن أغلبية المصوتين صوتوا بلا على المقترح الذي طرح، إلى جانب مقترحات أخرى تتعلق بتعديلات دستورية وتغييرات سياسية. ووفق النتائج الأولية بعد فرز نحو 75% من الأصوات، صوت نحو 60% من الناخبين ضد رفع الحظر المفروض منذ سنوات على وجود قواعد أجنبية على الأراضي الإكوادورية. ويقطع هذا الرفض الطريق أمام عودة الجيش الأمريكي إلى قاعدة مانتا الساحلية التي استخدمتها واشنطن سابقا في عمليات مكافحة المخدرات قبل إغلاقها عام 2009. وتشكل نتيجة الاستفتاء ضربة سياسية موجعة للرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا الذي يعد من أقرب حلفاء واشنطن في أمريكا اللاتينية وصديق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أودى انهيار منجم كالوندو في إقليم موتشاتشا بالكونغو بأرواح أكثر من 40 عاملا معظمهم من عمال التعدين التقليدي في حادث مأساوي يعد من الأكثر دموية هذا العام في قطاع التعدين غير المنظم بالقارة الإفريقية. ووقع الحادث بعدما انهار سقف المنجم المؤقت أثناء عمليات الحفر العميق لاستخراج النحاس والكوبالت، ما أدى إلى دفن العشرات تحت أطنان من التراب والصخور. ووفقا لتقرير رسمي من خدمة المساعدة والإشراف على التعدين التقليدي والصغير النطاق بمقاطعة لوالابا، ارتفع العدد الرسمي إلى 42 ضحية حتى الآن، مع مخاوف من زيادته إلى 50 مع استمرار عمليات الإنقاذ المعوقة بسبب غياب الآليات الثقيلة والسيطرة المسلحة على المنطقة. وتمكنت عمليات الإنقاذ التي شارك فيها متطوعون محليون من إنقاذ 5 عمال فقط، بينما يستمر البحث عن الآخرين تحت أضواء المصابيح اليدوية وسط أنين الأهالي الذين يجتمعون في القرية المجاورة. أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو إبرام صفقة لشراء 17 مقاتلة سويدية من طراز غريبن بقيمة 4.3 مليارات دولار من شركة ساب. وأكد بيترو خلال زيارته قاعدة عسكرية في البلاد أن هذه الطائرات ستسهم في ردع أي تهديد محتمل ضد كولومبيا، موضحا أن البيئة الجيوسياسية الحالية تشهد اضطرابات قد تفرز مخاطر من اتجاهات غير متوقعة. وتهدف هذه الخطوة وفقا لبيترو إلى تعزيز قدرات سلاح الجو الكولومبي وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة. وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق نيتها شراء مقاتلات جديدة من دون الكشف عن العدد أو التكلفة قبل أن يعلن بيترو تفاصيل الاتفاق رسميا. ختاما سيداتي وسادتي، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. أسبوع التوعية الدولي بشأن المناعة من المضادات الحيوية في أسبرة. تنظيم أسبوع قومية البداوية الثقافي في مديرية كركبة. لقاء مع المواطنين حول برامج التنمية في مديرية نقبة. مجلس الأمن يمدد مهمة حفظ السلام في إفريقيا الوسطى رغم تحفظات أمريكا. الإكوادوريون يرفضون عودة القواعد العسكرية الأمريكية. ومقتل العشرات إثر انهيار مروع لمنجم في الكونغو. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإلكترونية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.